بتتكلم مع شخص. انت بتتكلم معاه اكنك بتخبط دماغك في الحيط، يعني اي حاجة بتقولها هو مقفل دماغه ورأيه يعني رأيه. في الحالة دي ما قدامكش غير حل من 3 حلول. اول حل، وهو ده مش صح، ان انا اقول على كل حاجة بيقولها تمام برافو عليك ما شاء الله عليك، ايه المخ الذكي ده، ايه الرأي الرائع ده. ومش بس كده، واساعده كمان في الحاجة اللي هو بيعملها. فلان وحش وحش، واعمل فيه كذا اعمل فيه كذا وهكذا. دي اسمها المداهنة. وفي الحالة دي يا شاطر يبقى انت ارتكبت ذنب كبير. ليه؟ لانك لا امرت بالمعروف ولا نهيت عن منكر، وكمان ساعدت الظالم ان هو يظلم غيره. يبقى النقطة دي نبعد عنها تماما، اللي هي المداهنة. طيب الحل التاني بقى هي ان انا اخش عنده بقى، لا راس براس ويانا يا هو، وبالكلمه بالكلمه، واخش معاه في العنف. في الحاله دي ده اسمه تهور. التهور ديت يبقى انا كده هاذي نفسي، وفي نفس الوقت مش هعمل شيء. ليه؟ لان انا كده فقدت الحكمه في التعامل مع الشخص اللي قدامي. الحكمه هي ان انا يكون عندي معلومه سليمه، ويكون بقولها في الوقت المناسب، وبكون بقولها بالطريقه المناسبه. فلقيت ان انا الوقت مش مناسب، يبقى في الحاله دي اسكت. من الحكمه ان انا اسكت في الوقت ده. ليه؟ علشان لا اخسر الشخص اللي قدامي ولا اذي نفسي. طيب الحل الثالث بقى، وهو ده اللي دعانا ليه القرآن الكريم، وهو التلطف. طب ده شفناه فين؟ شفناه في اهل الكهف، لما كان الملك عايز يقتلهم ومش عايزهم ان هم يوحدوا بربنا، فراحوا عملوا ايه؟ آووا الى الكهف. وبعد ما طلعوا بدأوا يتعاملوا مع الناس، هم ما يعرفوش طبعا ان هم ناموا 300 سنة. فبدأ قالوا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. صدق الله العظيم. يعني أنا دلوقتي بتعامل مع الشخص، النقطة دي لا هو دماغه ألف جزمة إن ده هو ده الرأي بتاعه فيها، خلاص اتعامل معاه في بقية الجوانب، والجانب ده اسكت وما اتكلمش في النقطة دي تاني. ليه بقى؟ لان احنا من طبيعتنا ان احنا بنتغير بين وقت والتاني، بتتغير افكارنا وبتتغير عاداتنا وبتتغير تقاليدنا. ففي الحالة دي ساعتها ممكن اتكلم معاه، يمكن هو مش متقبلني دلوقتي تماما، يمكن هو ممكن يأذيني دلوقتي، ممكن هو يكون في منصب اعلى مني ويأذيني، وانا بكل قوة كده واخش معاه بعنف وانا اصلا مش قده في الوقت ده. يبقى في الحالة دي اتصرف ازاي؟ لازم ان انا اعمل التلطف، ان انا اتعامل معاه في الباقي. يعني هم طالعين دلوقتي اهل الكهف كانوا هيشتروا وهيتعاملوا التعاملات العاديه، لكن في النقطه دي ايه؟ مش هيجوا يمها دلوقتي، لان ده مش الوقت المناسب. وناخد بالنا من قول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. يعني لعل وعسى قدام تتغير طريقة تفكيره، يبقى أنا بين وقت والتاني ابتدي افتح معاه الموضوع، والله اتغير خلاص هبتدي اكمل معاه كلام، ما اتغيرش ارجع تاني كما كنت وما اخسرش الشخص اللي قدامي. يا جماعة تلطفوا واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي تعامل بمبدأ المداهنة او بمبدأ التهور ما كانش الاسلام وصلنا. ولا انتوا ايه رأيكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.